كما عودناكم مع شبكة وقائع اليوم الإخبارية بعد كل مباراة للنادي المصري وعشاقه ورأي جماهير بورسعيد. نتعرف بيك. احمد رزق. أحمد، تقييم حضرتك النهارده لمباراة المصري ووادي دجلة؟ والله هو المستوى يعني الحمد لله في تحسن عن ماتش الزمالك وعن ماتش الاخير بتاعنا بتاع اتحاد الشرطه، والحمد لله النهارده الفرقه يعني اللعيبه ادت اللي عليها، واللعيبه كلها بتلعب يعني بروح عاليه، وكان نفسهم يوصلوا للنقطه ديت. احنا كنا مفتقدينها في ماتش اتحاد الشرطه وفي ماتش الزمالك، وعملوا اللي عليهم، لكن سوء التوفيق النهارده كان يعني ما حلفناش اللي احنا نكسب. وغير كده برضو يعني بعض فرديات اللعيبه برضو اتسببت في عدم الهزيمه، و اللي يعني بمعنى برضو ان اللي فيه لعيبه بتلعب لنفسها في الملعب، هم بيلعبوا بحماس برضو بروح عاليه، لكن مفيش تكاتف مع بعض في الفرقه. برضو التغييرات متاخره. الماتش كان برضو الماتش ماشي حلو، بس برضو كل ماتش بيحصل لنا برضو يعني مشكله. ايهاب المصري طلع مصاب. كان الماتش اللي قبله فوزي. عندنا النهارده برضو يعني ناس جايبه كتير زي عبد العزيز توفيق واحمد فوزي. الحمد لله برضو ما حلفناش التوفيق، وربنا يوفقنا برضو. طب أحمد، من وجهة نظرك إيه اللي بيحتاجه النادي المصري علشان يرجع لمستواه؟ أول حاجة يعني قبل أي حاجة لازم نتكلم عن نقطة الملعب. احنا في حاجة في مصر بتحصل غلط دلوقتي، يعني اللي احنا اخدنا موافقة الأمن في بورسعيد اللي احنا نلعب في بورسعيد، وده حق النادي المصري وحقه المشروع. فين بقى التنفيذ؟ اتحاد الكورة مش موافق. اتحاد الكورة هو اللي بيعمل فتنة في مصر، وهو اللي بيأكد عليها. احنا بنطالب بحقنا دلوقتي، يعني ملعب عجرود دوت طبعا هو سبب. يعني انا شايف حتى لو الفريق مستواه حلو وداخل نيته وعنده حماس في المكسب، فطبعا حتة المبيت في السويس وفي الصحراء وحتة السفر ومشوار دي بتبقى طبعا سبب رئيسي في هزيمة الفريق او في التعادل او اللي احنا ما نكسبش. النقطة طبعا التانية اللي احنا محتاجينها، طبعا احنا محتاجين مراكز، يعني زي محتاجين فرود يكون هداف، محتاجين دفاع برضو حلو يكون معاهم، يكون مع الفريق. محتاجين جهاز فني، يعني دي برضو نقطة. احنا مش بنهدم الفريق، بس احنا برضو عايزين نقول ان احنا عندنا امكانيات اللعيبة اكبر من امكانيات كابتن صبري المنياوي. احنا مش ضده، لكن احنا مع النادي المصري. احنا دلوقتي عندنا نقطتين. عندنا الماتش الجاي احنا المصري قاعد، عندنا الماتش اللي بعده الاسماعيلي، والاسماعيلي فرقة صعبة. النهاردة لو الحرس كسب، المصري هيبقى عنده نقطتين وهيبقى اخر الجدول، وده برضو ما يرضيش حد. يعني احنا برضو مصر كلها ضدنا، مش بنتكلم وبنعلق وبنقول حكام، لا احنا مش بنتكلم دلوقتي في حكام يعني احنا بنتكلم في اساسيات في الفريق. اساسيات في الفريق ان الفريق محتاج بعض المراكز ومحتاج المدير الفني، مش عايزين اكتر من كده. طب أحمد، كلمة أخيرة بتوجهها للاعبين النادي المصري النهارده بعد الأداء الجيد، وكلمة للجهاز الفني ومجلس الإدارة. والله يعني هو احنا بنقول احنا لو هنقعد نشكر في تعادل او في هزيمه، برضه احنا كده هننزل. احنا بنقول لهم برضه انتوا عملتوا اللي عليكم، وربنا يكرمكم، بس برضه احنا عارفين ان امكانياتكم اكبر من الجهاز الفني الموجود، وربنا هيكرمنا في اللي جاي. بس احنا بنقول المرحله اللي جايه صعبه ومحدش يستحملها. طب رسالة بتقولها لمجلس إدارة النادي المصري؟ رسالة لمجلس إدارة المصري، طبعا هو المكسب الوحيد اللي انتوا عملتوه، طبعا اللي احنا عودة النادي المصري للممتاز مرة ثانية اللي احنا كنا مفتقدينها، وده أهم مكسب لينا. لكن احنا بنطالب طبعا يعني اللي احنا أهم حاجة اللي احنا في اللي جاي زي ما احنا عارفين، يعني لازم يكون في تكاتف شوية، ما يبقاش في حمل زيادة عن فرد بعينه في المجلس. لازم كل المجلس يكون شغال. نخف شوية التصريحات، نخف الظهور الإعلامي شوية. لازم يكون في يعني الأعضاء، نتكلم عن الناس كلها، لازم يكون في تكاتف كده مع المجلس كله ومع الفريق. مش عايزين الوقت ايه نقعد نصرح كتير وعلى الفاضي. ماشي أحمد، بشكر حضرتك.